قصة حقيقية حدثت منذ 70 سنة. يقول صاحب القصة: كنا نربي الأغنام، فإذا كبرت وسمنت نأخذها للسوق لبيعها هناك، وكان السوق يبعد كثيرا عن المنطقة التي نسكنها. وفي أحد الأيام أصابتني حاجة، فذهبت أتفقد الأغنام، فلم أجد سوى خروف واحد يصلح للبيع، فقد كان كبيرا وسمينا، ولولا حاجتي للنقود لما ذهبت من أجل خروف واحد. أخذت الخروف ومشيت في طريقي، وكانت الطريق وعرة، فقابلت رجلا من منطقة أخرى معه عدد من الخراف، فسألته: إلى أين أنت ذاهب؟ فأجابني: ذاهب إلى السوق كي أبيع هذه الخراف. فقلت له: أنا كذلك متجه إلى السوق. فمشينا معا، هو لديه أكثر من 10 خراف، وأنا لدي خروف واحد. وفي أثناء سيرنا رأينا خيمة، فقلت لصاحبي: لنذهب إلى هذه الخيمة ونستريح عندهم قليلا. فقال لي: لا بأس. وعندما وصلنا إلى الخيمة وجدنا أمامها 3 صبيان يتضورون جوعا، ويبدو عليهم الفقر الشديد. فسألتهم: أين أبوكم؟ فقالوا: ذهب، وأمي ولدت البارحة، ولا يوجد شيء نأكله. فقلت لصاحبي: ما رأيك أن نذبح خروفا من خرافك ونطبخه لهم؟ عليك النصف وعلي النصف. فقال: لن أذبح خروفا من خرافي، إذا أردت فاذبح خروفك. فقلت له: سأذبح خروفي، لن أترك الأطفال بهذا الحال. فذبحت الخروف وأطعمت الأطفال وأمهم، ففرحوا بذلك وابتهجوا، وكانوا في غاية السعادة. ثم تعشيت أنا وصاحبي، وعلقت ما تبقى من الذبيحة، ثم انطلقنا. وفي أثناء سيرنا قلت لصاحبي: لم يعد لي حاجة في الذهاب إلى السوق، سأذهب إلى أحد أقاربي يسكن قريبا من هنا. وعندما وصلت إلى قريبي رحب بي، وطلبت منه أن يقرضني نقودا لأشتري حاجيات أولادي. في الليل خرجت أتجول، وابتعدت عن المنزل كثيرا. رأيت شيئا أمامي كأنه قطعة جلد، فرفعته، فإذا هو كيس من قماش فيه قطع ذهبية، فأخذته وتذكرت ما صنعته مع الصبيان، فعوضني الله خيرا من ذلك. عدت إلى المنزل وجلست مع قريبي، وفي الصباح عندما أردت الذهاب أعطاني النقود التي طلبتها منه، فقلت له: لم يعد لي بها حاجة. وأخرجت 5 قطع ذهبية وأعطيتها له، فسألني: ما هذا؟ فأجبته: هذا رزق ساقه الله لي ولك. ذهبت إلى السوق واشتريت حاجيات أولادي، وأثناء عودتي قابلت صاحبي وكان حزينا مهموما، فسألته: هل بعت الخرافة؟ فقال لي: لا. وأخبرني أنه أثناء سيره هطل مطر غزير، وجرت السيول في الوادي، ونجا بنفسه، وأخذت السيول جميع الخراف، ولم يبق منها شيء. إنها المتاجرة مع الله، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن سار جابرا للخواطر أنجاه الله من جوف المخاطر.